في دراسة اتعملت على مشاريع الكونستراكشن حوالين العالم، لقوا ان 80% من المشاريع في المجال ده بيحصل فيها كوست اوفر ران او زيادة في التكاليف الفعلية للمشروع دوت عن التكاليف المتوقعة ليه. الدراسة كمان لقت ان نسبة الزيادة ديت بتتراوح حوالين 28%. وعشان تتخيل معايا الارقام، لو فرضنا ان احنا بنصرف على الصناعة ديت في السنة 100 مليون دولار، فاحنا بنصرف فوقيهم 28 مليون دولار على شكل هادر او على شكل مصاريف زيادة. وعشان كده اركانيا بتدي كورس الكوست كنترول لاول مرة في المنصورة. ومن هنا احب اعرفكم بنفسي، انا احمد ماهر، سينيور كوست كنترول انجينير، خبرة 6 سنين في الكونستراكشن فيلد، BMB سيرتيفايد وMBA ان بروجرس. الكورس ده موجه للطلاب اللي في السنة الأخيرة في كلية الهندسة وحابين يتعلموا المجال دوت عشان يطبقوه في مشروع التخرج بتاعهم، وموجه كمان لمهندسين اللي في الانتري ليفل اللي حابين مجال الكوست كنترول وناويين يحولوا للمجال ده. وخلال رحلتنا في الكورس هنمر بعدة مراحل هنتعلم فيها سوا ايه دور مهندس الكوست كنترول في المشروع، وايه اللي المفروض بيعمله من ساعة ما يستلم المشروع لحد ما يسلمه، وهنعرف ايه الجوب ديسكريبشن بالظبط بتاع مهندس الكوست كنترول وايه علاقته بباقي الاقسام. بعد كده هنعرف ازاي بنعمل كنترول على الاليمنتس المختلفه للمشروع، وهنعرف ايه علاقه مهندس الكوست كنترول بالتسعير، وامتى بنلجا كمهندسين كوست كنترول ان احنا نعمل كوست بريك داون، وايه التولز اللي بنستعملها في عمليه الكوست استيميشن. وهنعرف يعني ايه ريسك مانجمنت وايه البروسيس بتاعتها وايه دور مهندس الكوست كنترول فيها، وهنعرف ايه الريبورتس اللي بيطلعها مهندس الكوست كنترول وبيطلعها لمين وايه الفورمات بتاعها، وده كله من خلال امثله حيه هنتعامل معاها خلال الكورس. منتظرينكم في اكاديميه اركانيا عشان نبدا الرحله مع بعض ونطلع باقصى استفاده ممكنه في مجال الكوست كنترول.